الزمالك يحسم أول صفقاته عقب التتويج بلقب الدوري المصري. نجح نادي الزمالك في حسم أولى صفقاته الصيفية لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد بعد أيام قليلة من التتويج بلقب الدوري المصري عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف على استاد القاهرة الدولي. وكشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد خلال تصريحاته على قناة أون سبورت إن أحمد عبد القادر هيكون أول صفقات الزمالك في الموسم الجديد بعد ما الإدارة خلصت الاتفاق مع اللاعب على كل التفاصيل المالية والتعاقدية بشكل رسمي خلال الساعات اللي فاتت. وأضاف إن اللاعب هيبقى ضمن صفوف الفارس الأبيض بداية من الموسم الجاي، فخطوة شايفها جمهور الزمالك إضافة قوية للفريق، خاصة إن عبد القادر يمتلك إمكانيات هجومية كبيرة وخبرة كويسة في الدوري المصري. ويشارك أحمد عبد القادر حاليا مع نادي الكرمة العراقي بعد انتقاله للفريق العراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية اللي فاتت قبل ما يدخل الزمالك في مفاوضات قوية لحسم الصفقة لصالحه. وتسعى إدارة الزمالك لاستغلال حالة الاستقرار والفرحة بعد الفوز بلقب الدوري من أجل تجهيز فريق قوي يقدر ينافس على كل البطولات الموسم المقبل سواء محليا أو أفريقيا، وسط مطالب جماهيرية باستمرار تدعيم الفريق بعناصر مميزة.